بكم. التقينا من جديد، إن شاء الله يا ربي الجميع تكونوا بخير وصحة وسلامة. صحة شريفتكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم. كان لي الشرف، التقيت بكم سابقا في الحصة الرابعة تقريبا، واليوم نلتقي من جديد، وهذا يعني شيء يسعدني ويفرحني جدا. إن شاء الله يا ربي نستفيد ونستفاد مع بعض كلك إن شاء الله. لمن لم يحضر معنا الحصة الفارطة، الشافعي شايب من تونس، من الجنوب التونسي، موظف وكذلك مدرب في مجال التنمية الذاتية والارتقاء بمستوى التفكير، وكذلك كاتب لدي تجربة في الكتابة وبعض التجارب القادمة إن شاء الله. اليوم سنؤثث معا حصة هي مزيج ما بين الطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي وكذلك الصحة النفسية. هما شيئان يصبان في نفس المصب، الطاقة الإيجابية والصحة النفسية، هما مرتبطان ببعضهم، هما نفس الشيء، لكن يعني تأثير الطاقة الإيجابية على الصحة النفسية وكذلك تأثير الطاقة أو التفكير السلبي على الصحة النفسية أيضا. كل له تأثيره المباشر على صحتنا النفسية. يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. ما هو عيش الحجر؟ عيش الحجر إخوتي أخواتي هو عيش الجمود، عيش الركود، عيش اللا تغيير، اللا بحث، اللا تجديد، عيش البقاء في الحلقة المغلقة، لا محاولة، لا سعي، لا تغيير، لا تجديد. حياتي اليوم هي حياتي غدا، حياتي هذه السنة هي حياتي السنة الفارطة، السنة المقبلة، السنة اللي بعدها، لا يتغير شيء. ذلك هو حياة الجمود. وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هذا العيش يعني أصبح ربما عيش 90% من الشعب. هذا العيش أصبح يعني الجميع يعيشون في خوف، في إحباط، في يعني لا تجديد. لماذا؟ لأنهم يريدون البقاء في ما يسمى بمنطقة الراحة متاعنا. منطقة الراحة هي يعني البعض يراها هي الأمان متاعه، تجده يشتغل، تجده يعمل في أي مجال، لكنه شقي فيه، لكنه مرهق، لكن لا يفكر حتى مجرد التفكير في التغيير، في التطور، في البحث، لأنه يرى نفسه عاجز، يرى نفسه لا يستطيع، يرى نفسه أنه خلق هكذا، هذا يعني هذه حياتي وسأبقى فيها. لكن لا يدري ولا يعرف وربما يجهل أن الحياة ليست هي تلك الحياة. الحياة متجددة. كنا فيما مضى يعني لم نكن لدينا هذه الوسائل التي مثلا نعتمدها الآن في التواصل. يعني هذه القاعة فيها مزيج من كل الدول العربية ما شاء الله، من تونس، من الجزائر، المغرب، العراق، ليبيا، سوريا، مصر، من كل الدول، ونلتقي في هذه الساعة. ذلك هو التغيير، هذا هو تغيير إيجابي، يعني تغيير على مستوى العالم وفلسطين طبعا. تغيير يعني يجب أن نسايره، يجب أن نتبعه نحن أيضا كأشخاص، ليس مثل شخص اليوم كشخص في 2015، كشخص في 2010، كشخص في 2000، كشخص. تطور، يجب أن نساير هذا التطور. لهذا وجب علينا البحث والسعي للارتقاء بأنفسنا، سواء على الجانب المعنوي، الجانب المادي، الجانب الشغلي، الجانب الاجتماعي. كل جوانب الحياة تتطلب منا التغيير، تتطلب منا مسايرتها.
لكي لا تكون حياتنا روتينية مملة. يعني تخيلوا إنسان يعيش يومه في 365 يوم، سنة تعاود نفس اليوم، نفس الأفكار، ولا يعلم أن أفكار الأمس لن تبني حياته اليوم. لهذا حياتنا اليوم يجب أن تكون بأفكار اليوم، يجب أن تكون بعادات اليوم، بتقاليد جديدة نراها في غدا وبعد غد وبعد غد. أحسن، نفس الأفكار نفس النتائج. أحيانا نجد من يريد تغيير النتائج، تغيير حياته، لكنه يتبع نفس الأفكار، نفس الطريقة، نفس التمشي، يعني كيف ستتغير الأفكار وأنت تسير في نفس الطريق، وأنت تفعل ما تفعله اليوم غدا؟ لم تفكر حتى مجرد التفكير في ولو تغيير بسيط، ولو التفكير في أشياء لتغير بها من محتوى ومن طبع ومن يعني الكاركتير تاع حياتك، عفوا على الكلمة. يعني الحياة يجب أن تتجدد. هناك مثال سأحكيه لكم. وضعوا 5 من القردة في قفص، ووضعوا سلم، وفي أعلى السلم وضعوا الموز. القردة ما إن لمحت الموز سعت لأخذه، سعت مجتهدة لأخذه، لكن هناك بخاخ من الماء يرشهم فتتراجع عفوا، هناك صوت رجاء قطع صوت. تتراجع القردة عن الأخذ، كل محاولة يصير نفس الشيء، إلى أن سلمت تلك القردة أمرها ولم تعد تحاول، وصرفت النظر عن أخذ الموز. قاموا حينها بتغيير أحدهم ووضعوا قردا جديد. القرد الجديد ما أن لمح الموز أراد أخذه، لكن المفاجأة تصدت له بقية القردة ومنعته من الذهاب، لأنها تخاف من الماء، لكنه هو لا يعلم شيء، لا يدري على شيء. لماذا منعوه؟ لا يدري، لم يكن حاضرا في البداية. سلم أمره واتبعهم، ثم غيروا تغيير ثاني وثالث ورابع وخامس، تغيرت ال5، وكل مرة يصير نفس الشيء. الآن لدينا 5 من القردة في قفص، والموز أمامه، ولا أحد يجرؤ على أخذه، وإن تسألهم لماذا يقول لك لا ندري، وجدنا عليه من سبقونا. هكذا غيروا بعدها وصار نفس الشيء، تصدوا للذي يأتي بعدهم، وبقيت توارثت تلك الفكرة أجيالا وأجيالا وأجيال. ذاك هو الإنسان الآن، تجده يفعل في أشياء لا يعرف أصلا معناها، لا يعرف أصلا لماذا هو يفعلها، لم يفكر فيها بعقله. لماذا أفعل هكذا؟ لماذا أنا أتصرف؟ لأنه وجد من قبله يفعلها ففعلها وقلدها، ويتجده أحيانا غير راض عنها، يعني يفعلها فقط لأنها تقاليد ولأنها عادات ولأنه وجد من قبله هكذا. الإنسان يجب عليه أن يفكر في الأمر، لماذا يعني أفعل هذا؟ هل هذا فيه صالحي؟ هل هذا فيه إضافة؟ إذا كان فيه صالح وفيه إضافة، فيه يعني شيء يرضيه، فليواصل فيه. وإن كان ليس له علاقة بوجوده بحياته بتغييره، فلماذا يواصل؟ يعني يجب عليه أن يغيره، يتخلص من الأشياء التي لا تعنيه وأشياء التي يعني ترهقه. هكذا هي الحياة متجددة. تجدد، كن متجددا، وستتجدد بطبعك، وستبحث عن أشياء أخرى تستطيع من خلالها أن تتغير بها وأن تكتسب بها عادات جديدة إن شاء الله بإذن الله. إخوتي أخواتي الكرام، فلتتخيلوا معي أننا جميعا الموجودون الآن في هذه الصالة، تخيل أن عمرك الآن 80 سنة مثلا. جميعنا نتخيل هذا التخيل، لدينا دقيقة لنتخيل
أننا الكل الموجودين هناك الآن عمرنا 80 سنة. تخيلوا، ثم سنعود. انتهى التخيل، فلنعود إلى واقعنا. ماذا يعني اكتشفتم أو استنتجتم؟ هل هناك من يقول لي ماذا لاحظ أو ماذا اكتشف أو لماذا شعر؟ ما هو الإحساس الذي أحسه عند هذا الشعور أو التخيل؟ من السلام يريد عليكم. أن يتدخل؟ السلام السلام عليكم. عليكم. السلام. صح شريفتك، مرحبا بك. أول صورة. السلام عليكم. نعم. أنا ماذا؟ أتكلم. نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. شكرا. أول صورة، رجعت إلى صورة أمي وهي في الثمانينات. هذه ما استرجعته حاليا. نعم. وماذا أحسست؟ ما هو الشعور الذي انتابك؟ أمي ناشطة الله يرحمها، الله يرحمها. 85 سنة ما زالت ناشطة. يعني وأنا استرجعت صورتي في الثمانينات قلت سأكون ناشطة كأمي، إن شاء الله ما شاء سأبقى الله. ناشطة إن شاء الله. إلا ما جانيش الزهايمر لا أظن أنني لطف سأتغير. إن شاء الله تكون في صحة وسلامة إن شاء الله. إذا كنت يعني ما هكذاتك بالآخر صورة يعني سأكون ناشطة كأمي إن شاء الله. إن شاء الله. من أيضا لديه ما يقول؟ من؟ نعم، نواصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبتين. تخيلت أستاذ أني محمد، مرحبتين. بارك فيك إن شاء الله. صح شريبتك. صح شريفتك، يعطيك الصحة. ما شاء الله. تخيلت نفسي مكان جدي، وكان جدي مزارعا يذهب إلى المزرعة في الصباح الباكر، وفي العشية يمسك سبحته وبجوار أحفاده في المنزل، نعم، ما شاء الله. يعمل أعماله اليومية، والحمد لله. يعني الحمد كان لله. ناشطا وكان صحيحا. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله نفس الطريق أو أفضل إن شاء الله. إن شاء الله أفضل يعني إن شاء الله. شكرا. من أيضا؟ لو تسمح. تفضل أخت نورة، تفضل. ثبت تفكير ارتباط وثيق بالنجاحات، معناتها وقت اللي أنا باش نكون في الثمانينات اني انا كملت حققت نجاحاتي في عديد كافه المجالات نتاع الحياه نتاعي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. ومعناتها كان فيها تفكير ايجابي، معناتها فيه تخفيف من التوتر اللي انا معناتها اللي الواحد يعيشه معناتها توا في ظرفنا هذا، تعزيز الانسانيه، تعزيز المرونه والامتنان لكل من حقه انا من نجاحات في عمر 80 بالطبيعه. ان شاء الله نص النجاحات. هذا هو اللي كان ان شاء الله تحقق كل اللي في بالك ان شاء الله. ان شاء الله. اذا هناك ثلاثه انواع من التخيل. هناك من يقول الحمد لله مرت هذه الحياة القاسية والحزينة والتي كلها ألم، يعني الحمد لله ارتحنا منها. فما نوع يقول هكذا. فما نوع يتمنى أن يعود إلى العمر الشباب 20 و30 سنة ليفعل أشياء ربما كان سيفعلها لو أعاد به الزمن. وهناك من ستجده راض عن نفسه، فعل ما يلزم أن يفعله، يعني حتى ولو عاد إلى الوراء سيفعل نفس الأفعال، لأنه ذاك هو الذي يعتبر النجاح. الإنسان الناجح يتخيل نفسه في ذاك العمر وهو راض عن نفسه تمام الرضا، لأنه فعل ما يجب عليه فعله،
حتى لو عاد به الزمن سيفعل نفس الشيء، سيفعل نفس الأفعال، لأنه ما فعله كان نتيجة ل يعني قناعات معينة وأفكار معينة، وفعل ما يتطلب منه ذلك الفعل. يعني هذا هو الإنسان الذي نريد أن نكون عليه جميعنا. لا نتمنى أن يعود بنا الوقت لنفعل أشياء لم نفعلها، ولا نفرح لأن العمر مضى، لأنه كان أليم وحزين وكان يعني قاسي، وكنا فاشلين وعاجزين وارتحنا من ذاك العمر الذي كان يعني ثقيل جدا علينا. ذاك الذي لم يستطع ولم يستغل حياته التي وهبت لها، لم يستغل ما وهبه الله، لم يستغل عقله، لم يكن في حجم المسؤولية التي تلقاها. هذا الإنسان هو الإنسان الفاشل، الإنسان السلبي الذي يقول ارتحت من هذا العمر، الإنسان الذي لا يرى نورا، لا يرى إيجابية، لا يرى الحياة بمنظور الحياة، بل يراها منظور ألم، لا يرى الحياة بمنظور الأمل، بل رآها أنها يعني كانت كأنه كان في عقاب أو في سباق أو في يعني اليوم الذي مضى ارتحنا منه وتخلصنا منه. أما الإنسان الإيجابي فهو يرى الحياة فرصة للإبداع، فرصة للفعل. يتمنى أن يكون اليوم أطول من اليوم الذي يعيشه، يتمنى أن يكون اليوم يعني يومين، لأنه لديه الكثير من الأفعال والكثير من الأشياء التي يتمنى أن يفعلها. هو إنسان يعني متجدد، ذاك الإنسان المتغير هو ما أريده منكم أن تكونوا ذاك الإنسان الذي يفرح بيومه الجديد، الإنسان الذي يعيش ليومه مهما كان ماضيه، مهما كان يومه السابق، فهو كل يوم هو يوم جديد بالنسبة له، هو يوم أمل جديد. يشرق ذاك الأمل مع إشراق تلك الشمس، يعني يكون متجدد متغير نابع من الحياة. لأن الحياة يعني من يفهمها هي بسيطة إذا أخذناها من منظور من عين يعني الرضا، عين الامتنان. نحن لدينا ما يسعدنا، لدينا ما يفرحنا، مهما كانت نواقصنا ومهما كانت يعني حدودنا، هي يعني فرصة لكي نعيشها، لكي نتأملها، لكي نترك فيها البصمة، هي رسالة نوجهها ونأخذها إلى غيرنا. لهذا لا بد إخوتي الكرام، اليوم الذي أعمل فيه شيء صحيح، أحسنت جدا. يعني اليوم الذي لا ترى فيه نفسك إضافة ولو بسيطة، ولو بحجم الحبة، إن لم تكن هناك إضافة فهو ذهب، فهي خسارة. التعلم، يعني أي شيء افعله جديد. اليوم 30 مارس أفضل من الأمس 29 مارس، وغدا إن شاء الله سيكون أفضل. فما خطوة متجددة، الإنسان ارتقى قليلا. لا يهمني في ذاك الشخص أقلده أو لا، أقلد نفسي، انظر إلى نفسي ماذا أضيف إليها وماذا يعني أتغير فيه وأتجدد. ذاك هو الإنسان، وذاك هو الشخص الإنسان الذي يجب أن نكون جميعنا. كان هناك ملكا أراد اختبار أو أراد معرفة شعبه. هذا الشعب كيف يعني يفكر، طريقة تفكير هذا الشعب. يعني قام باختبار بسيط. جاء إلى الطريق العام الذي يمر منه الجميع، ووضع صخرة كبيرة في ذاك الطريق، ووضع حارسا يراقب من بعيد ردة فعل المواطنين كيف ستكون. يعني هل أن شعبي إيجابي، هل أن شعبي سلبي، هل أن شعبي، ماذا يفكر الشعب تبعي.
ظل ينظر ذلك الحارس ويحرس. مر أحد التجار الكبار الأثرياء، وجد تلك الصخرة في الطريق، فراح يصرخ ويصرخ: من الذي وضعها؟ من كذا؟ سأذهب وأشتكيه إلى الحاكم وكذا. ثم تجاوز تلك الصخرة ومضى في حال سبيله. ثم بعد ذلك مر أحد آخر من العملاء وأقل شأنا من ذاك التاجر، وتمتم ولعن أيضا وتذمر، ثم مر وفي حال سبيله. وبعدها أتى بعض الشباب الذين يعني ما زالوا مقبلين على الحياة، وراحوا أيضا يسبون الحاكم والمسؤولين على عدم يعني قيامهم بواجبهم وتركهم لتلك الصخرة في الطريق سدت الطريق، ثم أيضا مضوا إلى حال سبيلهم. بعدها أتى فلاح يظهر عليه التعب، كان في حقله، نظر إلى تلك الصخرة ولم تعجبه في الطريق وهي تعطل الحركة، ثم وضع ما في يديه وذهب إلى تلك الصخرة وأخذ يدفعها محاولا إخراجها من الطريق. وتكاتفت معه المارة، كل من يمر شخص يراه يذهب معه، وتعاونوا جميعا إلى إخراجها من الطريق. تفاجؤوا عندما أخرجوها بصندوق تحتها، فتحوا ذاك الصندوق وجدوا فيها رسالة من الحاكم إلى من رفع هذه الصخرة عن الطريق: شكرا لك على تفكيرك الإيجابي وعلى بحثك لحل هذه المشكل، وجزاؤك، يعني وجد قطعا ذهبية أخذها، هذا جزاؤك لأنك كنت إيجابي في التفكير. هنا لاحظنا يعني نفس الأشخاص في نفس البلدة في نفس المكان، لكن التفكير مختلف. كلهم ذموا، يعني اللوم، ألقوا اللوم على الآخرين، إلا ذاك الشخص قام بواجبه، بحث عن حل، لم يتذمر، لم يتشكى رغم تعبه ورغم إرهاقه، إلا أنه بادر إلى حل تلك المشكلة، إلى السعي لإيجاد حل. وذاك هو الفرق بين شخص وآخر. شخص تجده يفكر إيجابيا في مشكل، والآخر يفكر سلبيا. يعني هذا وكان جزاؤه، أخذ جزاؤه إن لم يأخذه، يعني وأخذ جزاؤه، أخذ يعني نتيجة لتفكيره الإيجابي، يعني استطاع أن يوفر قوت يومي على الأقل. ذاك هو الاختلاف. وهنا أنا أشبه الإنسان السلبي بالذبابة، والإنسان الإيجابي أشبهه بالنحلة. كلاهما إنسان، لكن هذا كيف يفكر والآخر كيف يفكر، وكلاهما حشرة، النحلة حشرة والذبابة حشرة. فلننظر إلى النحلة ونتأملها وننظر إليها، سنجدها تشتغل إيجابية، يعني متغيرة متجددة، تنتج أشياء رائعة، تنتج عسلا، تنتج يعني فيها فائدة، عملها الجماعي، التكاتف. يعني انظر إلى النحلة كيف تعمل، ولننظر إلى الذبابة، تعيش بمفردها، تعيش على حشاء القمامة، تعيش على يعني القلق، تقلق، يعني غير مرغوب فيها. ذاك هو الإنسان السلبي الذي وضع نفسه في ذاك الإطار، الذي وضع نفسه في تلك الحلقة، والتي هي نتيجتها وخيمة وهو يجهل. السلبية نتيجتها وخيمة جدا. السلبية يعني تجد صاحبها قلقا دائما، لا يعجبه شيء، دائما التذمر والتشكي واللوم وإلقاء يعني، ويلعب دور الضحية، ينظر إلى نصف الكأس الفارغ. ذاك القلق يؤرقه حتى في نومه، في حياته تجده كثير التفكير، كثير الانشغال، حتى تجلس معه تجده شاردا، تجده يعني يفكر دائما في يعني بطريقة سلبية. هذا ما يجعله عفوا عرضة لنقص المناعة الجسم،
لأن الجسم يتأثر بمثل هذا القلق، يتأثر بالتفكير المفرط overthinking، يعني هو يجعله عرضة للآلام وللأمراض. رجاء شكرا. عرضة للآلام، عرضة للأمراض، عرضة يعني فريسة سهلة، لأن جسمه يعني هده التفكير، هده القلق، هده قلة النوم وقلة الراحة وكثرة الانشغال وكثرة التفكير. لهذا تجده عرضة للأمراض. فجل الأمراض الخطيرة التي نعرفها، عافانا وعافاكم الله، والله يعني يجعلكم مستورين إن شاء الله، هي من القلق، من الستريس، ما يسمى ستريس. ذاك سبب الأمراض الخبيثة، السكري، كلها نقص المناعة. أحسنت، هي نتيجة للأمراض، هي نتيجة للقلق، نتيجة للتأزم، نتيجة للانشغال الدائم. الإنسان يضع نفسه، تخيلوا، يضع نفسه فريسة، أذهب برجلي بساقي بنفسي إلى الأمراض، أجعل نفسي صيدا سهلا للأمراض. وهنا يعني حقيقة هو شيء مؤسف، لأننا يعني ببساطة كنا نستطيع أن نتجاوز تلك الأمراض بأشياء بسيطة. لو تعلمون أن الابتسامة، الضحك، هو شفاء، هو ما يجعل الجسم يكتسب المناعة، هو من يقوي مناعة الجسم. يعني هل هي بمقابل؟ هل أن تبتسم مقابل؟ هي شفاء، وهي دواء، وهي صدقة. يعني انظروا إلى قيمتها، وهي بسيطة. صدقة، أحسن، هي صدقة. يعني ابتسم في وجه أخيك صدقة. يعني لماذا نحرم أنفسنا الصحة، صحة البدن، العافية، الصدقة، كلها بأشياء بس. هل هي بثمن؟ هل تخسر شيئا أنت إن تبتسم في وجه أخيك، في نفسك؟ ابتسم حتى مع نفسك، أنت جالس في بيتك، في كرسيك، في فراشك، يا أخي ابتسم. أن تنهض صباحا، هناك يعني دراسة تقول الابتسام، يعني النوم قبل النوم ب10 دقائق، ثم بعد النوم عند الاستيقاظ ب10 دقائق، يعني هي ما تؤثر على يومك كاملا. تنهض مستلقي في فراشك، ما إن تفتح، اجعلها قاعدة في حياتك، تنهض ابتسم. هل خسرت شيء؟ هل دفعت مالا؟ هل أخذت من وقتك؟ ما هي الخسارة التي أخسرها؟ فتحت عيوني الصباح علي أبتسم، ماذا خسرت؟ لا شيء. وفي المقابل ربحت أشياء، ربحت أشياء كثيرة، ربحت صحتي، ربحت نفسي، سيمضي يومي على أحسن ما يكون. صحتنا النفسية مرتبطة هذه الأشياء البسيطة. حسب يعني بعض الدراسات، حسب مؤسسة الصحة النفسية، المصدر الصحة النفسية، يعني حسب ما اطلعت عليه، 30 دقيقة من المشي يوميا يعني يكسبك، يعني تتخلص عن إثرها من 36% من حالات الاكتئاب. تصور أنت، يعني أن أمشي 30 دقيقة تقريبا، يعني لا تكلفنا شيء، أيضا بلا مقابل تكسبنا 36%، تريحنا من حالات الاكتئاب. شيء ثاني، يعني ابتسامة ومشي نصف ساعة، يعني هي أشياء بسيطة، ولا تأخذ من وقتنا أشياء، لكنها مفيدة جدا 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 وجدا. لحظة فقط بعد إذنكم.
صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية وصحتنا العقلية مرتبطة بأشياء بسيطة جدا، مرتبطة شكرا أخت هنيئا لك، شكرا، يعطيك الصحة. ابتسموا أرجوكم جميعا، أريدكم أن تبتسموا الآن، هذه اللحظة نبتسم جميعا لنكتسب على الأقل صدقة في وجوه أنفسنا على الأقل. شكرا. الصحة النفسية، شكرا. الصحة النفسية هي يعني تكامل وتناسق وانسجام ما بين الناحية الجسمية والناحية النفسية والناحية الاجتماعية. هو هناك ارتباط وثيق ما بين هذه الثلاث عناصر. بالنسبة للصحة النفسية يعني هناك العديد من مظاهرها. مظاهر الصحة النفسية العنصر الثاني الذي سنتحدث عنه الآن هو كما قلت لكم التكامل. شكرا. هو التكامل بين الوظائف النفسية، تكامل بينها. هناك وظائف بسيطة وهي الوعي، وهي التفكير، وهي الكلام، تلك هي يعني بعض الوظائف النفسية. وأيضا الوظائف المركبة النفسية المركبة، وهي التعليم، الذكاء، السعي إلى المعرفة، الحكم على الأمور، عندما تجد يعني نفسك يعني تحكم على الأمور وأن تبحث فيها، أن تسعى إليها، أن يعني لا تنتظر من يعني يعطيك الحل. هو يعني يعتبر من الذكاء أيضا. وأيضا هناك التوافق النفسي، علاقة الفرد مع نفسه، علاقة الفرد مع مجتمعه، كيف تكون هذه العلاقات، علاقة الإنسان بنفسه، بذاته، بشخصه، بحياته. الابتسامة هي رسالة خفيفة. أحسنت، شكرا، ملاحظة رائعة. وكذلك الرضا يعني كما قلت لكم التوافق النفسي، وهو علاقة الإنسان بذاته، وأيضا علاقة الفرد بمجتمعه وبمحيطه ككل. القدرة على ضبط النفس. الإنسان يعني يجب أن يعود نفسه. الابتسامة تعكس التفكير الإيجابي، وكذلك هي وسيلة لبث. أحسنت، شكرا. الفرد يعني يجب أن يكتسب القدرة على ضبط نفسه في بعض المواقف. مثلا سأعطيكم بعض الأمثلة لفهم ما معنى ضبط النفس في مواقف الغضب. أحيانا يقتضي منك موقفا أن تغضب. مثلا سأعطيكم مثال. ابني في البيت، وكلنا وأكثرنا يشتكي من تصرفات أبنائه في البيت وكيف يفعل. ومثلا ابني كسر أو أكسر أو كسر، يعني كسر صحن أو كأس أو تلفاز. يعني أقصى ما يمكن أن يكسره الطفل في البيت. أنت في المطبخ، أو أنت أختي في المطبخ، أو أنت أخي في يعني في مكان ما تسمع في يعني التكسير، ذهبت مسرعا وجدت التلفاز محطم. ابنك جاء يلعب بالكرة، ضرب التلفاز، كسر. هنا ستنفجر عن غضبا، سيمكن أن تكسره أو تقتله أو تفعل، لا أدري ماذا ستفعل في تلك اللحظة. طيب تخيل قبل أن تتكلم، قبل أن تنطق ولو كلمة، خذ 10 ثواني وتخيل أن التلفاز التي كسر سقطت لا قدر الله على رأس ابنك، وأتيت وجدت ابنك يسيل منه الدم وهو مرمى على الأرض. هل ستفكر في التلفاز الذي كسر؟ لن تراه أبدا، ولن تشعر به أبدا. سترمي العالم وراء ظهرك وستأخذ ابنك وستحمله وستذهب به إلى المستشفى وستفعل ما يمكن لأن السلامة هي الأولى. تخيل هو كسر شيء بسيط، يعني أنت عوضا أن تنفجر تخيل موقف ضرر فيه ضرر. أتيت مثلا، كنت أختي أو أخي خارج البيت ودخلت وجدت ابنه يعني البيت
سنعاقب. الصالة من الوسائل تنفجر وتغضب، لماذا فعلت هكذا؟ لماذا؟ تخيل لحظة واحدة أن ابنك لا قدر الله هو يعني بعد إذنكم وحشاكم وبين الظفرين معاق مثلا، ولا يستطيع الحركة أو اللعب ويبقى كما هو، تتركه هكذا يبقى هكذا. تخيل يشفى ويعاقب. لكن العقاب لديه هناك عقاب من عقاب أخي، نبتعد عن الضرب، نبتعد عن الصياح، نعاقبه بحرمانه من اللعب مثلا بأشياء، نحرمه من أشياء، هكذا يكون العقاب. وعقاب يعني هو الذي يردع. يعني تخيل ابنك عاجز عن الحركة ليقوم بتلك الأشياء، هنا ستتخلص شيئا فشيئا من ردات الفعل العنيفة. وهذا في كل المواقف، في كل المواقف. شخص مثلا يعني تنفجر في وجهه أو ستغضب، تخيل أنك فقدته، أنه توفي وذهب ولم تراه مجددا لا قدر الله. تلك هي التي يعني الأشياء، التخيلات ستنقص من حدة التوتر والغضب. نتعلم أن لا نتصرف ولا نرد الفعل في لحظتها، نتنفس قليلا، نمسك أعصابنا قليلا، سيذهب كل شيء. إضافة نعم تفضل. ممكن نقول انه احنا هنا نجموا لابد من النظر لكل شيء من بدايته، معناتها وقت اللي تصير حاجه كيف هكا، لانه معناتها يلزمنا نفكروا فيه انه من البدايه ان هي حاجه راهي فيها فائده، مش ننظروا هي نعتمدوا هذه نولوا معناتها نعتمدوا على حسن الظن بالله اللي هو ديما باش يعطينا كل ما هي حاجات ايجابيه. أحسن شكرا. يعني دائما تصديقا لقولك الأخت الكريمة ولكلامك، دائما نتخيل أنه يمكن كان أن يحدث الأسوأ، أو كانت تلك رسالة، ربما كنا سنعاقب أو فعلنا شيء، يعني كان الله سبحانه وتعالى سيعاقبنا على ما فعلنا أو تقصير بشيء، وكانت تلك يعني هي ضريبة ذاك الفعل، يعني نكون هي نتيجة أو هي ضريبة دفعناها. نحمد الله في كل شيء، حتى الفقد، حتى الوفاة، حتى المرض لا قدر الله، هناك مرض أسوأ من ذاك المرض الذي يعني شفاني منه وعافاني منه الله. أعطيك تجربتي أستاذ. تفضل أختي العزيز، تفضل. احترق بيتي، وكنا كنت دعوت ابن أختي متزوج هو وزوجته، عرسان جدد، درت لهم عشاء. وفي هذيك الليلة صارت شرارة الآخر وشعلت النار وتحرقت البيت، كانت راح نفقد بنتي قريب ماتت، يعني طرها ربي. وبعد بعد ما جات الإسعاف وخلاص وكلش كان أسود، كلش الضوء ما كانش والأسود، والطاولة اللي كانوا رايحين يتعشوا فيها ما زالت هكذاك الطاولة محطوط كلش فوق الطاولة. بعد ما انتهينا أكلت وراحوا كاع، قلت لهم والله غير تقعدوا مادام احنا رانا كاع بخير، غير نروحوا ناكلوا ونتعشاو. وكلينا في هذاك الظلمه وفي هذاك ما شاء الله. والله صدقني حدثين لا انساهما. زوجي بعد ما دار اكسيدون ودخل للدار قال لي درت حدث مورون، قلت له ادخل الكوزينه تتعشى. يعني دائما ارى ان الموقف عقد، ارواحوا دركا تعشاو وقعدوا وتعشينا. وصدقني كانت يعني ما نقدرش نقولها لك، يعني فوق هذا الشيء ما البيت تحرق وكذا. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك الصحة، برافو. الحمد لله. ذاك هو التفكير الإيجابي، وهذا هو دور التدريب الذي ندربه والذي نسعى إلى أن يعني نكتسبه. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة معينة من تفكيره العقلاني، سيتجاوز كل التحديات التي يعني تحدث له، لأنه يعني استطاع أن يدرب عقله مثل كامل الجسم.
يعني أنا أذهب وأدرب جسدي سأصبح يعني هكذا، ويعني والعقل كذلك. عندما يتدرب العقل بصفة يعني صحيحة يستطيع أن يتحكم وأن يكون كل ردات فعله مدروسة. يا أخي، ماذا سأربح أو ماذا سأجني من الانفعال، أو من مثلا حرق البيت، هو قدر الله وما شاء فعل. إذا أنا ندبت حظي وصرخت وكذا، هل سيرجع كل شيء كما كان؟ لا، لن يرجع. ما عساي أفعل، قدر الله في تلك الوضعية وما شاء فعل. أحسنت. وهناك أيضا أستاذ في هذه النقطة، هي قدرة التأقلم. الإنسان عنده التأقلم. أنا عندي قدرة التأقلم لدرجة ما تتصورهاش، يعني بين لحظة ولحظة. وهذه نقطة أظن أنها مهمة. ميزة رائعة، وهي ميزة الإنسان السوي العقلاني. عندما يكون الإنسان عقلاني سيتأقلم مع كل وضع يضع فيه، يعني مهما كانت الوضعية التي هو فيها سيستطيع أن يتأقلم معها ويتجاوزها ويتبناها ويتصالح معها وتمضي. أشياء تقلقنا. ماذا يقلق الإنسان؟ الإنسان يقلقه شيئان. يقلقه الماضي الذي يشغل باله به، حدث في الماضي، يعني أشياء حدثت له في الماضي بقيت يعني تعيش معه إلى حاضره، أو التفكير المفرط في المستقبل. المستقبل نفكر فيه لكن لا نشغل بالنا به، لأنه شئنا يعني أمره عند الله. الله هو من يصدق، نحن نسعى، نحن يعني نحاول، لكن ما سيحدث هو مقدر، وهو يعني كلها أسباب تدفع إلى ذاك القدر. أما التمسك بالماضي، يعني نسأل نفسي من يعاني من هذه الأفكار، من يعاني من الكثير الرجوع إلى الماضي، يجلس مع نفسه يتساءل: ماذا سأجني من هذا؟ هي أحداث صارت، هو أشخاص ربما فقدتهم ويعني توفوا، هم يعني ما الذي سأجنيه؟ هي حقائق، وهو واقع حدث يجب أن أتأقلم معه وأمضي. يجب أن أعيش يومي لديه حق علي، لديه حق يجب أن أعيشه، ويجب أن أنتفع به وأبني به للمستقبل إن شاء الله، لكن لا أنشغل به كثيرا. المستقبل قلنا القدرة على ضبط النفس، ثم رضاء الفرد عن ذاته وتقبله لها. تقبل ذاتي، تقبل ان شاء الله راك لم تضرب الطفل او لم يعني وان شاء الله الطفل لباس يا اخي ان شاء الله. يعني اتقبل ذاتي. ابدا دكتور ما ضربته، ولكن اشتريت التلفاز بعد 3 شهور، جعلته يؤنب ضميره نفسه بنفسه ولم اضربه ابدا. يبقى بلا تلفاز، بلا صور متحركه وبلا مشاهده. هو عقاب جميل هذا 3 شهور، ولن يعيدها ابدا، لن يعيدها ابدا. هو عقاب في نفس الوقت، يعني عرف خطأه ولن يعيدها ان شاء الله. نعم. قلنا الجانب الآخر من مظاهر الصحة النفسية هي الرضا الفرد عن نفسه وتقبله لها وتقبله لذاته كما هي، والسعي إلى تحقيق يعني ما ينقصه، إلى إكمالها، إلى تحقيق ذاته. ثم بعد المظاهر الصحة النفسية نجد أهداف. ما هي الأهداف من الصحة النفسية؟ أهدافها يعني هي الوقاية ثم الوقاية من الاضطرابات النفسية لا قدر الله. يعني الاضطرابات النفسية تؤدي إلى مهالك، تؤدي إلى حرمان الإنسان من حياته. الإنسان عندما يكون في اضطراب نفسي يعني لن يستمتع بيومه، لن يستمتع بحياته وبعائلته وبعمله وبأي شيء. سيكون في اضطراب نفسي أينما ذهب، في عمله، في بيته، في الشارع، في المقهى، ستجده مع أصدقائه وهو شارد مضطرب، وهو يفكر في يعني هذا المشاكل وفي هذه الأحداث التي ثم المعرفة الدقيقة
الصحة النفسية. يعني أهداف الصحة النفسية هي أن نعرف أين الخلل، أين المشكل، لماذا وصلنا إلى تلك المراحل، لماذا يعني وصلنا إلى هذا ثم الاستمرار في أن تحافظ على صحتك إن كنت في صحة يعني جيدة، إن كنت في صحة وفي سعادة تحافظ عليه. هي أهدافها الصحة النفسية الإيجابية أن تحافظ على ما امتلكت، أن تحافظ كما قلنا على تلك البصمة، على تلك الابتسامة، على ذلك الرضا، على ذلك الامتنان لله سبحانه وتعالى على ما أعطانا مهما كان بسيط. هو شيء يعني نحمد الله عليه، الصحة، النظر، السمع، أن نذهب وأقوم بأشغالي بنفسي، أن أمشي، أن يعني كلها تلك يعني امتيازات من الله بها علينا. طبعا هو في الأساس يدخل البعد الديني، هو الأساس، هو الإيمان بالله، هو أول مراحل يعني الرضاء النفسي والامتنان والاطمئنان. الدين ديننا هو اطمئنان، يعني عندما تقوم بواجبك الديني طبعا هي ذلك هو أهم نقطة، والنقطة رقم واحد هي الثقة بالله. الابتعاد عن الله عز وجل طبعا واحد من الضغوط. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. سلام، شرفنا. ضيف الدليم من العراق. تفضل دكتور. الله يسلمك حبيبي. طبعا أحد أسباب الضغط النفسي هو عدم الرجوع إلى الله عز وجل. طبعا هي من أكبر الأسباب، هي من أكبر الأسباب. هيك البعد الديني هو من أول يعني ومن يعرض بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا. أحسنت. هذه الآية سبحان الله، يعني شوف رب العالمين دائما أنت تضيق نفسك، فلما ترجع للقرآن سبحان الله إذا بنفسك تنفتح وتشوف رؤى مستقبلية يعني سبحان الله. وطبعا هي من بداية الخليقة أنه تعتمد على تربية الأسرة من حادثة من عمر 7 سنين، يعني ما تجده في عائلتك من تربية أو توعيات الأب ونصيحة الأم، هذه راح تاخذها إلى أكبر العمر، راح تاخذها أنت راح تعلمها لأبنائك وراح تمشي عليها كمستند. فإذا كانت العكس سلبية فراح أكيد راح يكون إنسان سلبي، أما إذا كانت إيجابية فهذا راح يكون إنسان إيجابي وراح. طبعا أحسنت دكتور، أحسنت. الاضطراب النفسي كما قلت دكتور هو يعني نتيجة لأفعال معينة، وهو يضرب النفس نفسيا كما قلنا، جسديا، فكريا، يعني انفعاليا، سلوكيا. في السلوك نتاع الإنسان يكون ردات فعله كما قلنا، وكل شيء حسية، إحساسه، وهي نتيجة لضغوطات الحياة، للمشاكل، للفقر، المشاكل العائلية، للديون، المشاكل الاقتصادية، البيئة الأسرية غير المستقرة، المجتمع كلها، الحروب أحيانا، وضعيات البلدان كلها تؤثر عن الإنسان إن لم يكن لديه ذاك الإيمان الراسخ بأن كل شيء مقدر، وأيضا التدريب اللازم الذي أخذه لكي يتعامل مع تلك الضغوطات وتلك الظروف. إذن هنا يأتي السؤال ربما المهم والأهم والملخص، نظرا لضيق الوقت، ما زال الموضوع كبير جدا، لكن نظرا لضيق الوقت سنختصر قليلا. السؤال كما قلت المهم: كيف نحافظ على صحتنا النفسية؟ كيف نستطيع أن يعني نحافظ على ما اكتسبناه، أو أن نبتعد على تلك الضغوطات وتلك المخلفات يعني منها؟ أولا الحفاظ على نشاطنا. النشاط يكون كما قلنا بالتمشي، النشاط الرياضي. الرياضة هي يعني من أهم الأدوية، يعني أن تتمشى وتتأمل 30 دقيقة كما قلنا من المشي، يعني يكسب 36% من يخفض نتيجة الاكتئاب والكآبة.
تعطينا الشحنة، تعطينا المتنفس، التأمل، ذاك يعني شيء جميل ورائع. حتى الأطباء النفسيين وأطباء الصحة يعني يطلب يعني يكون يقدر يمارس الرياضة إن كان غير قادر على الرياضة، على الأقل التمشي، يتمشى، يمشي شوي نصف ساعة يوميا كافية لكي يعني يحافظ على صحته. الطعام أيضا الصحي، نحاول نبتعد عن يعني الطعام يعني يكون غير صحي والوجبات السريعة. الراحة، النوم، يعني نأخذ قسطا كافيا من الراحة. الابتعاد، التقليل من المنبهات، يعني الأشياء التي تؤثر خاصة على الأعصاب، القهوة مثلا ما نكثرش منها برشا، يعني الكحول نبتعد عنها. التدخين أيضا مضر بالصحة، نبتعد عنه ونتجاوزه. أيضا قبول الذات كما هي. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، أقاطعك. مرحبا برك أقاطعك في نقطة برك. هذه الأيام أنا فنانة فوتوغرافية وعندي فن ما شاء الله. يعني ما شاء الله. خاص بي، وهذا الفن نعم. درت فيه طبعا. علاج فني. راني نحاول باش يكون إن شاء الله علاج فني مع طبعا. المختصين النفسانيين. طبعا وأنت قطعت عني طريق. ال ال هذه الأشياء يعني كنت سأضيفها. الاكتساب أو البحث عن أشياء إضافية يعني لكي نتخلص من ستريس أو ضغط العمل، ضغط البيت بالنسبة للنساء، ضغط يعني كلها باكتساب أشياء مثل ما تكرمت السيدة، أشياء يعني مثلا تعلم حرفة، فن، موسيقى، تعلم أشياء جديدة، ممارسة الرياضة الجميلة، الفن، الموسيقى، تعلم أشياء جديدة، يعني أي شيء نشغل به أنفسنا، وذاك مهما كان بسيط سيفيدنا كثير، وسنتخلص من الضغط ومن الستريس ومن كل هذه الأشياء التي مسببة للضغط النفسي. سأحكي لكم قصة بعجالة، وهي كان هناك فيزيائي، وهو فيزيائي كبير ومحدي لكل يعني العلوم، كان لا توجد أمامه مسألة إلا وقام بحلها، لكنه شيء الوحيد لم يكن مهتما بنفسه أبدا. هذا الذي يدعى ليستر ليفونسون، سأحدثكم عنه، وهو فيزيائي أمريكي كبير. ليستر ليفونسون هذا كان مهتما جدا بعمله. عمله كان في البحوث وفي الفيزياء، كل تلك المشاكل يجد لها حلول، إلا نفسه لم يجد لها حل. يعني استفاق وجد نفسه مريض عند الطبيب، حيث قال له الطبيب أنك وضعك ميؤوس منه، قلبك ضعف، لم يتحمل أي ضغط، لم يتحمل أي يعني مجهود بسيط مهما كان بسيط، أيامك الأخيرة، ويعني ستودع الحياة. رجع إلى مخبره متألما، بقي يفكر، واكتشف كم كان غبيا. هو الذي تحدى كل المسائل الكبيرة، لكنه عجز عن التحدي في نفسه. الكتب، ونعم صحيح جدا. بقي مع نفسه، تأمل، رجع بتفكيره، تنفس، ثم فكر في حل، ووجد الحل. وجد أنه بقي مع نفسه نصف ساعة يوميا في التأمل وفي التنفس الصحيح، ثم استحضر مشكلته. ما هي المشكلة؟ بماذا يعاني أولا؟ ثم التعبير عن ذاك الذي يقلقه. حزين، أعبر عن حزني، أعترف بحزني، أعترف أني سبب في هذه المشكلة وأعبر عنه. حزين، عبر، أبكي، اكتب، عبر. ثم ثالثا، هل أسمح، هي طريقة سيدونا اكتشفها ليستر ليفونسون، تدعى طريقة سيدونا، تستطيع أن تدونوها وتبحثوا عنها، يعني ستساعدكم كثيرا. طريقة سيدونا هذه متكونة من 4 مراحل. المرحلة الأولى هي الاعتراف بما أنا فيه. نعم،
أنا حزين، أنا كئيب، أنا بهذه المشكلة، ثم أعبر عنها، أعبر عن تلك الحالة. حزين، أبكي، أعبر عن تلك. هل أسمح لها بالرحيل؟ نعم، أسمح لها بالرحيل. متى أسمح لهذه الحالة بالرحيل؟ الآن، أسمح لها الآن. هل أنا حزين؟ نعم. هل أعبر عن حزني؟ نعم. هل أسمح لها هذا الشعور بالرحيل؟ نعم. متى؟ الآن. ويتكرر ذاك الحديث مع نفسه إلى أن يتقبله عقله الباطن. واستطاع ليستر ليفونسون التخلص من تلك الاضطرابات النفسية، واستطاع أن يشفى، وأطلق على هذه الطريقة طريقة سيدونا، والتي أصبح يعالج بها وأصبح يعني معروفا بها، ليستر ليفونسون وطريقة سيدونا. وكتب عنه العديد من الكتاب هذه الطريقة، وهذه يعني طريقة التشافي الذاتي. لا طبيب، الأطباء والعلم حينها قال له أيامك الأخيرة، لكنه بإصراره وعندما الإنسان عندما يعني يصل في مرحلة الضغط يجد حل. عندما اشتم رائحة الموت وقت استفاق من غيبوبته واستفاق من ذاك الذي يعاني منه. وهنا أصدقائي صديقاتي، كل يعني ما نعانيه هو بسببنا نحن. يجب أن نعترف لأنفسنا، إن كنا نعاني فنحن السبب، إن كنا يعني لدينا مشاكل فنحن السبب فيها. نعم، نحن السبب في هذه المعاناة. يقول الكاتب الأمريكي المعروف والكبير ديل كارنيجي: حياتك من صنع أفكارك، فإذا راودتنا أفكار سعيدة أصبحنا سعداء، وإذا سيطرت علينا أفكار تعاسة غدونا أشقياء، وإذا تملكتنا أفكار الخوف والمرض فغالبا سوف نصبح مرضى أو جبناء نشعر بالذلة، وإذا فكرنا في الإخفاق آتانا الفشل سريعا، وإذا دأبنا نتحدث عن متاعبنا ونندب حظنا ونرثي أنفسنا سوف يهجرنا الناس ويتجنبون صحبتنا، فكل واحد لديه ما يكفيه من المتاعب والمشكلات. هذا هو الإنسان، وهذا ما يجب أن يفهمه. دكتور ممكن كانت الإعادة جميلة وأحببتها حقيقة. كنت أذهب إلى البحر بمعدل يوميا لمدة من نصف ساعة إلى ساعة، أجلس أمام البحر وأتأمل في ملكوت الله وخلق الله، لأني أسكن في قريب 500 متر من البحر، وأرجع نهاية الساعة لكي وأنا جاهز لتقبل أي مواضيع أخرى، وأي تبدأ كأنك درت إعادة إعدادات المصنع. طبعا هو التأمل، هذا هو التأمل، وهذا هي الطريقة التي يستطيع الإنسان أن يشفى بها. يجب هناك أربع أشياء نفعلها يوميا، وهي ما تبعث على الأمل. الأمل يكون كرر والتفاؤل، نكرر دائما عبارات التفاؤل. نعم الحياة جميلة، نعم سأنجح، نعم سأفعل، نعم أستطيع. نعود نفسي ولساني على هذا الكلام وعلى هذه يعني الأشياء، ثم نتخلص من التذمر والتشكي واللوم. لا نلوم أحد ولا نتشكى، ما حدث حدث، ونتخلص من هذا التفكير الذي نرمي. لو تسمح كوتش الشافعي بعد إذنك. نعم. الوقت ما شاء الله انتهى الآن. كلمة ختام بعد إذنك. شكرا. نتعلم من تجاربنا دائما، نبتعد عن رثاء أنفسنا، نكون نحن، لا نتصنع، لا نحاول أن نكون يعني مثاليين في كل شيء. المثالية يعني هي من تجعل الإنسان في ضغط نفسي. عندما يبحث عن المثالية، عن الأفضل، سيكون في حالة ضعف وحالة ضغط متواصل. لهذا لا نبحث عن هذا، نكون طبيعيين، نكون كما نحن، نتقبل أنفسنا ونسعى إلى تحسين أنفسنا، والحلول موجودة للتحسين والتحسن إن شاء الله. وإن شاء الله ما كناش يعني
قال عليكم، وإن شاء الله كنا خفيفي الظل. إن شاء الله استطعنا أن نفيدكم ولو بأشياء يعني بسيطة. شكرا على حسن انتباهكم، وشرف لنا الحضور معكم مرة أخرى، وإلى لقاءات قادمة. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا. أحسنت كوتش شافعي، بارك الله فيك. أحسنت على هذه الحصة الرائعة وهذه الحلقة الرائعة. شكرا لحضراتكم جميعا على الاستماع. بارك الله فيكم. شكرا جميعا. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على الانتباه. بالنسبة للمسابقة اليوم غيرنا، مش راح نبعثوا على الواتساب اليوم، بعثنا على لهنا باش نشوفوا الناس اللي مركزة، الناس اللي مهتمة ومركزة. فالناس اللي بعثت أسمائها لهنا هي اللي مش تدخل في القرعة اليوم للفائز لهذا اليوم ولهذه الحلقة. فلو تسمحوا اللي ما مرسلش اسمه يرسل الآن الاسم متاعه عنا دقيقة، ثم نغلق الغرفة إن شاء الله. ربي يوفقكم إن شاء الله. نتقابلوا بإذن الله في مناسبات قادمة غدا بإذن الله مع الحلقة 9 من برنامج نلتقي دائما نلتقي معا. بعنوان بكرة إن شاء الله سيكون طريق النجاح مع الكوتش ميسون التريكي بإذن الله. إذا دقيقة واحدة نبقى هنا مش نبعثوا الأسماء لاختيار الفائز.